المكان ده مش مجرد مزرعة، دي مملكة مبنية على الإيمان بنهاية العالم. والحاكم بتاعها مش زعيم عادي، ده شخص مقتنع إنه نبي مرسل من الله، ومؤمن إن الحرب اللي هتنهي العالم هتحصل في أي لحظة. أهلا بيكم في خمسة جنان. يوم 17 أغسطس سنة 1995 في مدينة هيوستن الأمريكية اتولد طفل جديد في ظروف صعبة جدا نتيجة غلطة من طفلة اسمها بوني سو كلارك، حملت فيه وهي عندها 14 سنة بس. والده كان عنده 18 سنة وشاب ما يعرفش ايه مسؤوليات. في السنين الأولى من عمره في المدرسة حياته كانت صعبة جدا، فبجانب عدم الاستقرار والاضطراب النفسي اللي كان بيعاني منه، كان بيعاني من مشاكل كتير مع زمايله وإنه يندمج وسطهم بالرغم من ذكائه الملحوظ وقدرته على الحفظ بسرعة، إلا إنه كان بيعاني من الديسلكسيا واللي هي عسر القراءة. والموضوع ده خلى زمايله يتنمروا عليه ويضحكوا عليه ويتريقوا عليه على طول. وعلى الرغم من إن حالة فيرنون كانت مجرد اضطراب نفسي ملوش علاقة بأي إعاقة فعلية، إلا إن المدرسين ما كانوش فاهمين طبيعة حالته، وكانوا مستغربين إزاي طفل بالذكاء ده يبقى متأخر جدا في القراية عن بقية صحابه، واضطروا إن هم ينقلوه لفصول خاصة، وده زود إحساسه بإنه مختلف عن الباقيين وبقى انطوائي جدا. وبعد ما تم 12 سنة ساب الدراسة وبدأ يشتغل أكتر من شغلانة، لكن كل مرة كان بيفشل فيها. ومع الوقت اكتشف إنه كان مميز في حاجتين فقط، وهما الموسيقى والدين. فيرنون كان بيعزف على الجيتار وصوته كان حلو جدا، وكان دايما بيحس إن الموسيقى هي الطريقة اللي بيقدر يعبر من خلالها عن نفسه وبتحسسه إنه موهوب. وفي نفس الوقت كان بدأ يهتم بالإنجيل والكتب الدينية وبدأ يروح الكنيسة باستمرار. ومن هنا بتبدأ المشكلة، وواحدة واحدة بيبدأ يقول إنه بيسمع صوت من ربنا في ودانه وهو اللي بيديله الأوامر. في البداية الناس افتكروه مجرد خيال طفل صغير، بس مع الوقت الإحساس بدأ يكبر جواه وبدأ يشكك في تعاليم الكنيسة. وفي نهاية السبعينات وهو في أواخر سن المراهقة، فيرنون بقى عنده حلمين كبار. الأول إنه يبقى واعظ ديني معروف ويبقى نجم روك في نفس الوقت، ومع إصراره إنه يحقق الحلمين المتناقضين تماما دول بدأت تتشكل شخصيته المعقدة في سن 19 سنة. فيرون دخل في علاقة غير شرعية مع بنت عندها 16 سنة وحملت منه، وأول ما عرف خبر حملها انفصل عنها ورفض يتجوزها بحجة إن هي هتعطله عن تحقيق أحلامه. وفعلا البنت سابت البلد وسافرت ومنعته إنه يشوف بنته نهائيا، وده خلى فيرنون يندم على غلطته وحس إنه بيكرر نفس اللي اتعمل معاه وهو صغير، وراح الكنيسة واعترف بأخطائه على أمل إنه يبقى اتولد من جديد ويبدأ صفحة جديدة. وأول حاجة يعملها هو إنه ينفصل عن الكنيسة وانضم للطائفة اللي كانت والدته بتنتمي ليها، وهي طائفة الثابتين. والطائفة دي كانت بتركز أكتر حاجة على النصوص اللي بتتكلم عن نهاية العالم وعودة المسيح، وده كان السبب اللي خلى فيرنون ينجذب ليهم، لأنه كان مقتنع إن نهاية العالم قربت. وبدأ يحضر اجتماعات دينية ويسمع أكتر عن الموضوع. وفي يوم من الأيام اتعرف على بنت اسمها ليندا، وهم واقفين بيتكلموا لمح إن الكتاب المقدس اللي كانت ماسكاه في إيديها مفتوح على نص فيما معناه إنه ما ينفعش يضيعها من إيده، فحس إن دي رسالة من رسائل الرب، وقرر إنه يروح يطلبها من أبوها قبل ما العالم ينتهي. ولسوء حظه طلع والدها قس من القساوسة الكبار، واللي أول ما عرف الموضوع ده قال له انسى الموضوع نهائيا. لكن فيرنون كان مصمم إنه يلبي طلب الرب وما يضيعهاش من إيده، وفضل يقابلها في السر لحد ما علاقتهم اتطورت وليندا حملت منه. وبعد ما والدها عرف طرده من الكنيسة، وتعرف في المنطقة كلها إنه شخص مريض ووجوده وسطهم في خطورة كبيرة على بناتهم. ولما فيرنون لقى نفسه منبوذ قرر وهو عنده 22 سنة إنه يسافر على هوليوود ويجرب حظه إنه ممكن يحقق حلمه التاني ويبقى نجم روك. وسافر على كاليفورنيا وحاول يستغل موهبته في العزف على الجيتار والغناء، وفي نفس الوقت كان برضه ملم بالإنجيل.
وعلى عكس توقعاته كل محاولاته في هوليوود فشلت، وشوية ورجع تاني على تكساس، بس المرة دي كان محبط جدا، وقرر إنه يركز على الجانب الديني فقط ويسيبه من الموسيقى ويركز بس في الحتة دي. وفي نفس السنة اتعرف على جماعة اسمها الداوديين، وهي جماعة منشقة وكانوا مؤمنين إن في رموز سرية في الإنجيل لازم تتفسر، وإن في نبي هيظهر في آخر الزمان يفسر الرموز دي ويجهز الناس لعودة المسيح. واحدة من النبوءات اللي كانوا مؤمنين بيها هي إن نهاية العالم هتكون قريبة جدا، وبدأ ناس كتير ينضموا للجماعة وباعوا كل اللي وراهم وقدامهم علشان يعملوا مدينة صغيرة أو مجمع خاص بيهم على حدود مدينة واكو يحتموا فيه من نهاية العالم اللي قربت. وفعلا قدروا يسيطروا على مساحة تتراوح تقريبا ب80 فدان، بنوا عليها بيوت وكنايس ومكاتب ومطاعم وسموها باسم مجمع الكرمل على اسم جبل الكرمل اللي موجود في فلسطين، لاعتقادهم إن دي المنطقة اللي هينزل فيها المسيح. وبعد فترة ناس كتير بدأت تنشق عن الطائفة وعددهم بدأ يقل واحدة واحدة. حياتهم كانت صعبة جدا، وكانوا مجتمع مقفول على نفسه وبعيد عن العالم الخارجي، بيزرعوا أكلهم بنفسهم وبيرمموا البيوت بإيديهم، وعاملين مجتمع بدائي تماما. الستات يطبخوا ويعلموا الأطفال، والرجالة تعمل صيانة للمباني وتحرس وتزرع الأرض. وإما بقية سكان المدينة القريبة ما كانش عندهم مشاكل خالص مع الداوديين، وكانوا شايفين إنهم ناس طيبين بيمارسوا دينهم بطريقة خاصة وبس، وطالما مش بيضروا حد فخليهم قاعدين براحتهم. ولما كانوا بيحتاجوا حاجة من بره المجتمع ما كانتش بتقابلهم أي صعوبات. ولما فيرنون راح وما كانش في حد عارف أي خبر عن طرده من الكنيسة، وكان بالنسبة لهم مجرد عضو جديد جاي يتعلم أصول الدين زيه زي أي حد في المجتمع. وواحدة واحدة معرفته العميقة بالإنجيل وقدرته على الوعظ بدأت تلفت نظر الجماعة، وخصوصا لما لقوه بيقضي ساعات طويلة في دراسة الإنجيل وتفسيره بنفسه، وبدأوا يتقربوا منه ويحاولوا يستفيدوا منه، وخصوصا الشباب اللي سنهم صغير، لأنه كان بالنسبة لهم حاجة مختلفة جدا. شاب زيهم بيعزف موسيقى وبيلبس زيهم، وفي نفس الوقت حافظ جزء كبير من النصوص الدينية ومتمسك بالعقيدة، فكانوا حاسين إنه دايما قريب منهم وبيوصل لهم الرسالة أحسن من أي واعظ تاني. ومن هنا بدأ فيرنون يحس إنه تخلص من العقدة اللي كانت بتفضل تطارده طول حياته، وبدأ الناس يتقبلوه. لكن المشكلة إن حب الناس ليه حوله لشخص تاني تماما، وبدأ يحس إنه شخص مختار وإن في تواصل بينه وبين ربنا، والإحساس ده بدأ يزيد أكتر وأكتر. وبعد فترة قدر يلفت نظر لويس رودن زعيمة الجماعة. لويس شافت فيه موهبة فريدة وانجذبت لطريقته، وبالرغم من إنه كان في العشرينات وهي في الستينات إلا إنهم قربوا من بعض جدا، ونشأت بينهم علاقة عاطفية لدرجة إن لويس سمحت له يدي دروس للجماعة مكان كبار القساوسة ويدير شؤون المجمع مكانها. وشوية بشوية لويس بدأت تاخده معاها في أي بلد بتسافر فيها علشان يقنع الشباب بمعتقداتهم الجديدة، وبدأ ينضم ليهم جنسيات كتيرة جدا، والجماعة بقت كل شوية بتكبر أكتر وأكتر، لحد ما في مرة من المرات فيرنون قرر إن أعضاء الجماعة لازم عددهم يزيد من صلبه هو، وقرر إنه يتجوز بنت معاهم اسمها ريتشل. وبالرغم من إنه كان عندها 14 سنة وقتها إلا إن هي وافقت عليه بعد ما أقنعها إن الرب اختارها هي بالتحديد للمهمة العظيمة دي. وفي الفترة دي كانت بدأت تظهر مشاكل في صفوف الجماعة. جورج رودن ابن لويس كان شايف إن فيرنون بيحاول ياخد مكان أمه في القيادة، وجورج كان مقتنع إن قيادة الداوديين المفروض تكون من حقه بالوراثة، وإن فيرنون ده مجرد دخيل على الجماعة. وعلاقة فيرنون بأم جورج بتهدد مستقبله، وخصوصا إن فيرنون قبل ما يتجوز ريتشل كان بيقول إنه هيخلف طفل من لويس هيكون هو المسيح الجديد، والكلام ده كان دايما مخلي جورج بيتصرف بعنف جدا. وعلى الرغم من إن جواز فيرنون من ريتشل هدى جورج شوية، إلا إنه لما عرف إن لويس عينت فيرنون خليفة ليها من بعدها طرد فيرنون وأتباعه من المجمع، وحوالي 20 شخص من اللي كانوا مؤمنين بكلامه تماما
سابوا المجمع وراحوا عاشوا في غابة بعيدة عن مدينة واكو. وبالرغم من التحدي الجديد ده، إلا أن فيرنون قدر يقنعهم بأسلوبه إن ده اختبار من الرب، وعشان كده محدش منهم فكر إنه ينشق. وفي المجمع جورج كان بدأ يستغل مرض أمه وبدأ يفرض سيطرته على الجماعة. وأول حاجة عملها بعد طرد فيرنون إنه غير اسم المجمع لرودينيا، وبدأ يفقد السيطرة على نفسه وعلى الجماعة، وبقى طول الوقت سكران وتصرفاته كلها عدوانية. وكتير من الأتباع بدأوا يسيبوه ويمشوا. إما فيرنون فكان بيقول للجماعة بتاعته إنه جات له رسالة من الرب إنه هو ده الوقت المناسب إنهم يرجعوا تاني المجمع، باعتبار إن فيرنون هو المختار. وبدأ يجهز أتباعه ودربهم على السلاح، وقدر بذكائه إنه يوقع جورج في شر أعماله، واستفزه بكلام عن إنه هو المختار وهو الوريث في الأرض. ولما جورج سمع الكلام ده قال له إحنا هنحسم الجدل، وهيجيب له جثة واحد ميت بقاله كذا سنة، ولو أنت المختار فعلا رجعه للحياة. وبالرغم من غرابة التحدي، إلا إن فيرنون وافق بشرط إنه يديله مهلة كام يوم بس. وفي الوقت ده فيرنون كان بيجهز الجيش بتاعه، وكان زارع جواسيس في كل حتة. وأول ما عرف إن جورج نبش قبر واحد من أتباع الجماعة اللي ماتت من 20 سنة، راح للبوليس وراح مبلغ عنه. بس المشكلة إن الشرطة قالت إنهم محتاجين دليل، فقام واخد 7 من أتباعه المسلحين وراحوا المجمع يدوروا على أي دليل عن اللي عمله جورج. لكن الكمين اللي كانوا بيعملوه اتقفش، وقامت بينهم معركة بالسلاح استمرت نص ساعة، وانتهت إن جورج اتصاب في صدره وإيده، وفيرنون وأتباعه اتقبض عليهم. وفي المحكمة فيرنون قال إنه كان بيضرب بس في الهوا، وما كانش يقصد إنه يأذي أي حد، وكان بيروح يجيب الدليل اللي الشرطة طلبته منه، وكان رايح بسلاح مجرد دفاعا عن نفسه وسط المجرمين دول. والغريبة إن هيئة المحلفين صدقوه وطلعوه براءة. أما جورج فكان عليه قواضي تانية، منهم قضية قتل خطأ، وبناء عليه تم حبسه. وبعد ما اتحبس اتجنن أكتر وحطوه في مستشفى المجانين. وبكده بقى الطريق سالك قدام فيرنون، واللي رجع بعدها للمجمع وجمع فلوس ودفع الضرايب المتأخرة عليهم، ورجع اسمه مرة تانية للاسم القديم. ومن هنا بيبدأ كل الجنان اللي ممكن تتخيله. فيرنون بيتحول لشخص قوي وواثق من نفسه لدرجة الغرور، لدرجة إنه في يوم من الأيام جمع أعضاء الجماعة وقال لهم إنه جات له رسالة من الرب بتأكد إنه مش مجرد نبي عادي، ده هو المسيح نفسه. والغريبة إن أتباعه صدقوه جدا. وسنة 1990 طلع فيرنون في رحلة روحية لفلسطين، ورجع من هناك مقرر إنه يغير اسمه رسميا من فيرنون لديفيد كورش، على اسم نبي الله داود أو الملك داود في العهد القديم. إما كورش فهو النطق العبري والعربي لاسم الملك سايروس. وبدأ يحط قواعد وقوانين لجميع الناس في المجمع، حتى الأطفال، وأي حد ما بيلتزمش بيتعاقب عقاب كبير جدا. وفي يوم من الأيام ديفيد جمع أفراد الجماعة وقال لهم إن ربنا أمره إن يكون عنده 24 ولد من صلبه، وإن الأولاد دول هيكونوا هم قادة العالم بعد النهاية. وعلشان كده من النهاردة كل ستات الجماعة هيبقوا ملك ليه، سواء مراهقات أو بالغين عازبات أو حتى متجوزين. وإما الرجالة فهيعيشوا في عفة تامة، ومنع أي علاقة جنسية في المجتمع إلا من خلاله هو وبس. وبالرغم من إن الكلام ما كانش منطقي خالص، إلا إن فيرنون كان عنده قدرة عجيبة على إقناع الناس، وكتير منهم قبلوا بالوضع الجديد. وبدأ فيرنون ياخد أي واحدة يشوفها وتعجبه، وفي خلال سنة واحدة بس اتجوز 7. وبالرغم من إن أهالي البنات دول كانوا موافقين، إلا إن مش كل الناس اللي في المجمع كانوا موافقين على التصرفات اللي بتحصل. وبعضهم قرر إنه يسيب المجمع، وبدأوا يتكلموا عن تصرفاته المجنونة. وواحدة واحدة بدأ الكلام يوصل للسلطات، ومن ضمن الناس اللي انفصلوا عن الجماعة راجل ومراته من أصل أسترالي، واللي أول ما رجعوا على بلدهم راحوا للسفارة الإسرائيلية وبلغوا عن الجيش اللي ديفيد بيجهزه علشان ياخده ويطلع بيه على أرض المعركة. وأول ما سمعوا الكلمتين دول منعوا ديفيد نهائيا من دخول فلسطين. وأول ما عرف خبر الحظر ده
حاول يلحق نفسه قبل ما الدنيا تتقلب عليه. أصل خلاص كده ما بقاش ينفع يروح أرض الميعاد أساسا، وده معناه إنه ولا نبي ولا في نبوءة ولا أي حاجة. فحاول يلحق نفسه، وبما إن هما لسه بيسمعوا كلامه راح قال لهم إن في رسالة جات له بتقول إن المسيح الطاهر هينزل في واكو مش في القدس، وكان بيرمي الكلام ده على نفسه، وإن الكلام ده هيحصل قريب جدا، ولازم نكون مستعدين للدفاع عن نفسنا ضد جيوش بابل اللي هم في نظره أي قوة معادية. وعشان يضمن الكلام ده بدأ يستخدم نصوص من الإنجيل علشان يبرر إنه هيشتري وهيستخدم أسلحة. وفي خلال أسابيع المجمع تحول لسكنة عسكرية، والرجالة بدأوا يلبسوا زي واقي من الرصاص، والستات هم اللي بقوا يصنعوه بنفسهم، وبقوا يتدربوا هم كمان على استخدام السلاح، وتعلموا أساليب وتكتيكات دفاعية كأنهم في الجيش بالظبط. ولأن امتلاك الأسلحة مصرح بيه في تكساس، فديفيد قدر إنه يشتري أسلحة متنوعة، بنادق آلية ومسدسات وبنادق صيد وغيرهم، بل إن حتى الأطفال بدأوا يتدربوا هم كمان ليل ونهار. الناس اللي حوالين المجمع بدأوا يحسوا إن في حاجة غريبة بتحصل، صوت طلقات نار ليل ونهار، وناس بزي عسكري موجودين في المكان، وتصرفات غريبة تجاه أي حد ما يعرفوش. والشائعات دي وصلت للسلطات المحلية، لكن برضه محدش اتحرك. إما ديفيد فكان في واحد من أتباعه معاه رخصة فيدرالية لتجارة الأسلحة، وبدأوا مشروع تجاري وبقوا يبيعوا ويشتروا من خلاله كل أنواع الأسلحة. بس بعد فترة حصلت حاجة غيرت الوضع كله. السلطة بدأت تشم خبر باللي بيحصل، وعلى الرغم من إن الشغل كان قانوني بالرخصة الفيدرالية، إلا إن السلطات شافت إن دي فرصة علشان يحققوا في نشاط الداوديين. وفعلا بدأوا يراقبوا المجمع ويسجلوا كل الشحنات اللي بتوصل، لحد ما عرفوا إنهم بيستلموا كمية كبيرة من الأسلحة وأجزاء الأسلحة نفسها، وده خلاهم يشكوا إنه في حاجة غريبة بتحصل جوه. وبدأوا يفكروا فيهم إنهم مجموعة دينية متطرفة مسلحة بتشكل خطر على الأمن القومي. لكن لحد اللحظة دي الأدلة كانت ضعيفة، وما كانش معاهم أي مبرر قانوني إنهم يفتشوا المجمع. وبدأوا يجمعوا معلومات، وأجروا بيت قدام المجمع وحطوا فيه عملاء سريين علشان يراقبوا واحد واحد منهم. وواحد منهم اتظاهر إنه طالب جامعي، وبقى يروح يحضر محاضرات ديفيد علشان يعرف اللي بيحصل جوه، وأكد لهم إن في كميات أسلحة كبيرة بتدخل المجمع بكميات ضخمة جدا. وفي يوم 28 فبراير الساعة 10 إلا ربع صباحا أكتر من 70 عميل حكومي لابسين دروع واقية وشايلين أسلحة دخلوا المجمع وهم متخفيين. لكن قبل ما يوصلوا خبر الهجوم اتسرب لصحفي من محطة تلفزيونية، واللي أثناء تحضيره لتغطية الحدث سأل ساعي بريد إذا كانت القوات هجمت على المجمع ولا لأ. وبالصدفة ساعي البريد طلع من أتباع كورش، وفورا راح بلغه إن في هجوم هيحصل. وأول ما ديفيد عرف الخبر ما ضيعش وقت، وطلب من الستات والأطفال يستخبوا في الغرف، وأمر الرجالة ياخدوا مواقع دفاعية. حوالي 115 شخص في المجمع كانوا مستعدين للحظة دي. وفعلا بمجرد ما القوات وصلت للمجمع، العملية اللي المفروض كانت مجرد تبقى تنفيذ أوامر تفتيش وبس اتحولت لمعركة حربية كاملة، وحصل ضرب شرس جدا بين الطرفين، والنار كانت رايحة جاية بشكل جنوني. حتى الهليكوبتر اللي كانت فوق المجمع تم ضربها بالنار، واتصاب 4 من العساكر ومات 1 من الضباط. ومن ناحية الداوديين في 5 ماتوا. لكن بعد ساعتين من الضرب المتواصل السلطات حست إن الموضوع خرج عن السيطرة، وأمروا بسحب القوات. وفي الوقت ده الإعلام كان وصل للمكان، وكل اللي بيحصل اتنقل للعالم كله. والرأي العام اتقسم نصين، نص متعاطف مع ديفيد وأتباعه، والنص التاني اتهم القوات بالفشل في التخطيط. وأول ما ديفيد عرف إن الموضوع بدأ ياخد منحنى الشهرة والإعلام، اتصل بمحطات إخبارية وحكى للإعلاميين قصته من يوم ما اتولد، وإنه كان متوقع الحرب دي من بدري لأنه المختار، ولأن الداوديين كان بيتقال لهم إن هجوم البابليين ده جزء من نبوءة العالم. اتمسكوا أكتر بأماكنهم وصمموا إنهم يكملوا الحرب حتى لو هيموتوا.
وفي الوقت ده الحكومة الفيدرالية بقت هي المسؤولة عن الموضوع، وبدأوا يجهزوا لحصار طويل على المجمع. وفي بداية شهر مارس المجمع اتحاصر من كل ناحية من أكتر من 700 عميل فيدرالي متوزع حوالين المكان، والمكان مرشوش بالدبابات والعربيات المدرعة وفرق القناصة، وقطعوا كل وسائل الاتصال بين المجمع والعالم الخارجي ما عدا خط تليفون واحد علشان المفاوضات تفضل شغالة. إما جوه المجمع فالحياة اتغيرت تماما، الأكل والمية كانوا قليلين، مفيش كهرباء، وحياتهم اتبدلت تماما. وفي بداية المفاوضات ديفيد وافق إنه يستسلم بشرط إن محطات الراديو تذيع رسالة مسجلة منه مدتها ساعة كاملة، والاف بي آي فعلا وافق ووزع الرسالة. لكن ديفيد بعدها ما نفذش وعده بحجة إن ربنا قال له يستنى أكتر، وده كان دليل واضح إن ديفيد كان مجرد حابب الدوشة اللي بتحصل واستغلها في إنه يوصل رسالته للعالم كله. وبعد فترة طلب إنه يذيع رسالة كمان، ولما الاف بي آي رفضت قال لهم إنه هيسلم طفلين قصاد كل رسالة هتتذاع. وفعلا بدأ أطفال يخرجوا واحد ورا التاني، لكن أهاليهم فضلوا جوه بالرغم من إنه كان ليهم مطلق الحرية في إنهم يخرجوا مع أطفالهم، لكن إيمانهم بديفيد كان أكبر من أي حاجة. وفي اليوم السادس وبعد خروج 20 طفل من المجمع، خرج الطفل رقم 21 ومعاه ورقة مكتوب فيها إن بعد خروج آخر طفل كل البالغين اللي جوه المجمع هيموتوا. أما الاف بي آي فكان في جزء منهم عايزين ياخدوا وقتهم ويحلوا الموضوع بالكلام، والجزء التاني كان شايف إنه تم اللعب بأعصابه أكتر من اللزوم، وإنهم لازم يستخدموا القوة ويخلصوا الموضوع بأسرع ما يمكن. وفي نفس الوقت جانيت رينو اتعينت محامي عام للولايات المتحدة، وطلبت من الاف بي آي يجيبوا لها ديفيد في أسرع وقت. وبدأوا يغيروا في التكتيكات وبدأوا يستخدموا الحرب النفسية. جابوا سماعات ضخمة وحطوها على المجمع وبدأوا يشغلوا فيها أصوات مرعبة طول الوقت وطول الليل، وبقوا يوجهوا على الشبابيك بتاعة الغرف أنوار عالية جدا علشان الناس اللي جوه ما تعرفش تنام. وبدأوا يدوسوا بالدبابات على عربياتهم والمقابر بتاعة الموتى بتاعتهم بحيث إنهم يستفزوهم لأقصى درجة، لحد ما اتفاجئوا بعد 3 أيام من الخطة الجديدة بخروج 2 من جوه المجمع، محامي الجماعة والإيد اليمين لديفيد كورش. الاتنين لما خرجوا اتكلموا مع الاف بي آي وقالوا لهم إنهم عايزين الموضوع ينتهي بشكل سلمي وكل واحد يقول طلباته. فالاف بي آي قالوا إن هما موافقين واتفقوا إن هيكون في مقابلة تانية يكون فيها كل الطلبات، لكن يعدي كام يوم يرد عليهم برسالة يقول فيها إن محدش هيخرج تاني. وقتها الاف بي آي أدركوا إن ديفيد بيلعب بيهم وبدأوا يهددوهم إنهم هيستخدموا قوة خلاص. لكن الجماعة طلبت منهم إنهم يكلموا المحامي مرة تانية، والغريب إن الاف بي آي وافقوا للمرة التانية عشان المحامي يطلع لهم برسالة جديدة من ديفيد بتقول إن ربنا أمره يكتب التفسير للأختام ال7 المذكورة في سفر الرؤيا، وإنه بعد ما يخلص الكتابة دي هو وأتباعه هيخرجوا من المجمع. وطلب ورق. الاف بي آي وقتها ما كانش قدامهم أي حل تاني غير إن هم يحاولوا يهدوه وينفذوا الطلب. لكن اليوم اللي بعده بعتوا للاف بي آي رسالة بتقول إن الأختام ال7 هتحتاج سنة كاملة علشان تتكتب. فلما الاف بي آي لقوه عمال يغير في كلامه، جانيت رينو قالت لهم كفاية جدا لحد كده، وقرروا يخشوا عليهم. واتصلت برئيس الولايات المتحدة اللي كان ساعتها بيل كلينتون، وقالت لهم إنهم هيستخدموا غاز مسيل للدموع علشان يجبروه إنه يخرج هو وبقية الجماعة. وفعلا كلينتون وافق على الخطة في اليوم 51 من الحصار، وتحديدا في فجر يوم 19 إبريل الاف بي آي أعلنوا في مكبرات الصوت إن الحصار انتهى وإنهم لازم يسلموا نفسهم ويخرجوا قبل ما يطلقوا عليهم قنابل الغاز. وبعديها بساعة انتشر الغاز جوه المجمع، وهم مقتنعين إن الغاز ده هيخرج كل الناس اللي جوه، أو على الأقل هيخليهم يخرجوا بقية الأطفال اللي لسه قاعدين جوه. لكن للأسف عدت 6 ساعات كاملين من غير ما أي حد يظهر، وفجأة على الساعة 12 الظهر لقوا دخان كثيف خارج من بعد الشبابيك، وفي لحظات نار ضخمة مسكت في كل المكان. النار كانت سريعة لدرجة إنها في 30 دقيقة بس دمرت المبنى بالكامل بكل اللي فيه،
ومفيش غير 9 أشخاص بس هم اللي هربوا من شباك خلفي للمبنى. إما كل الباقيين اللي كانوا في المبنى فماتوا في النار، هم والأطفال وديفيد شخصيا. وبعد ما المطافي نجحت في إخماد النار، رجال البحث الجنائي وهم بيدوروا على الجثث اكتشفوا إن اللي حصل على عكس التوقعات. ديفيد ما ماتش في الحريق، ديفيد مات بطلقة في دماغه، ولقوا جنبه جثة صاحبه ودراعه اليمين هو كمان مضروب بطلقة في دماغه. ولقوا كتير من جثث الستات والأطفال مقتولين هم كمان بالرصاص أو بالخنق أو بالطعن. وتم تفسير ده إن ديفيد لما حس إن خلاص النهاية قربت، كبرياءه منعه من إنه يسلم نفسه، وقرر إنه يولع في المكان. بس قبل ما يولع فيه أمر بقتل كل الستات والأطفال علشان ما يتعذبوش في الحريق، وأمر صاحبه إنه يضربه بالنار وينتحر من بعده. وبعد شهر كامل من الحريق السلطات جرفت المكان بالكامل ومنعت أي أدلة تانية من إنها تتجمع عن الموضوع، وكل أصابع الاتهام اتجهت للإف بي آي، لكنهم لحد النهاردة مصممين إن ملهمش أي يد في الكارثة دي، وإنهم لحد آخر لحظة كانوا بيطلبوا من ديفيد إنه يخرج في سلام هو والناس اللي معاه. لكن يا ترى هل هي دي النهاية الحقيقية ولا تم قتلهم جميعا من الإف بي آي؟ من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.